اقول لك حاجه، ده تشيكن دوناتس مصور. انت متخيل دي كلها فراخ؟ انا وغيري من ناس كتير قوي مقتنعين ان اي كافيه ما بيقدمش اكل كويس، يعني المعادله دي ما ينفعش تظبط مع بعض. المهم المصور شغله في الدقي، قال لي انا هوديك مكان هتغير فكرتك اسمه شاي بليمون. قال لي انت هتخش هنزل لك حاجات معينه هو هيختارها لي. انا طلبت اول حاجه سنو واي. سنو واي دي عباره عن قطعه كريسبي عليه تركي وعليه وايت صوص وعليه مشروم، بينزل معاه مكرونه بالبينك صوص. بسم الله، ودي اجمل لحظه انا بحبها. جامد. تعالوا بقى نشوف المكرونه البينك صوص. التشيكن كاري دي بقى انا بعملها في البيت، فيعني لو طلعت وحشه هتبقى وحشه قوي. مشويه على الجريل، واخده تشويحه اهي، فنقول بسم الله ونخش. هاديه مش سبايسي. فتة فراخ، رز بسمتي اصفر، عيش محمص لبناني. عليه ايه اللي فوق ده؟ صوص ايه اللي فوق ده؟ سلطه زبادي اعتقد، ومش جايه معايا سكه خالص. دي بيتزا لحمه بالباربيكيو وتشيكن بيستو. بسم الله. حلوه بس مشكلتها حاجه صغيره، اللحمه محطوطه فوق، فوانت بتشيل بتقع. يعني بص كل اللحمه وقعت فين. جامده قوي دي. عاملين كبسه اسباني، قرب كده ونصور، باللحمه بصوص دقوس الخاص بشاي بليمون، يعني خاص بالمكان. بسم الله. حلو الدقوس، مختلف شويه. بص اللحمه حلوه بس فيها شده، يعني كانت عايزه تستوي سوا زياده. بص هو شكل الطبق كده بالبراون صوص اللي محطوط بالمشروم، واللي تحت ده اكيد قطعه ستيك محترمه. شكله لذيذ بصراحه، حلو قوي. بس انا حاسس ان الالوان شبه بعض، فتحس ايه، لا كان عايز يبقى لون تاني في الطبق. بص بص بص، جامده قوي. شيله من قدام المصور. دي فطيره بايتس، عباره عن فطيره رول متقطعه ميكس لحوم. قرب كده نصور. حلو قوي. ده اسمه طبق بشاميل. ايه بشاميل بقى؟ دي هي قطعه عليها وايت صوص، عليها جبنه موتزاريلا، عليها بيف بيكن متقطع من فوق، وتحت فرايز. هي حلوه بس مش حاسسها ذوقي قوي، يعني كميه البشاميل الكتير دي لا. مكرونه وايت صوص عليها برضه بيف بيكن من فوق. دي لازانيا تشيلي بيف، في فرايز عليها تشيز، عليها التشيلي بيف. ايه ده؟ تاكل ازاي دي؟ لازانيا نفسها مليانه لحمه مفرومه. بص اقول لك حاجه، ده تشيكن دوناتس. انت متخيل كل دي فراخ؟ بينزل معاها سايد مكرونه المفروض بينك صوص او ريد صوص او وايت صوص. الاكسترا بقى اللي هو البيستو. مصور. انت متخيل دي كلها فراخ؟ عاملينها ازاي دي؟ بص بقى انا عايز اقول لك حاجه، هي تتبيله الفراخ ضعيفه شويه، يعني كانت عايزه تتبل اكتر من كده، لكن حشوها مع الكرانش اللي بره دي تحفه. يعني فكره انا ما شفتهاش في حياتي. طاجن بطاطس واللحمه. قرب بقى كده مصور مع الرز. قرب قرب قرب. عايز اقول لك الطاجن مولع، الطاجن مولع. كده 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 كده. قرب 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 قرب. فده اخر طبق معانا، تشيكن سويت اند ساور. قطع فراخ معموله هنا بس حجمها كبير بقى، يعني هي تحسها ايه، تشيكن اند ساور بس متحرفه شويه. هي بس قطعه الفراخ رفيعه شويه، طبقه البريدنج اللي بره كتير شويه، كنا عايزين العكس، طبقه الفراخ تبقى كتيره اتخن شويه، او كيوبس صغيره مكعبات كده، ويبقى في اللذيذ برضه. بس هي حلوه. انا هقول لك الخلاصه من غير رغي كتير. انا بالنسبه لي السنو واي عظيم، سويت اند ساور حلو تحفه، بس لو اتقطع صغير شويه وادخل شويه. تشيكن كاري حلو جدا، انت رحت المطبخ الهندي فجامد جدا. فطيره رول دي لازم تجربها، لو جيت هنا لازم تجربها. انا مش متخيل ان كل ده من كافيه، كل ده في كافيه. الكبسه الاسباني دي ما جاتش معايا سكه قوي. التشيلي بيف حلو جدا،
طاجن اللحمه بالبطاطس على وضعه. الستيك بصوص البراون تحفه، يكفي ان المشروم اللي محطوط فريش. خلصت، اشوفك فيديو جديد. كان معاك حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر. وهل شاي بليمون يستاهل؟ بصراحه يستاهل. اشوفك فيديو جديد، سلام.